انت عارف ايه اكتر حاجه انا شفتها في منتخب مصر بعد مباراه الامارات، واكتشفت فعلا ان المنتخب كله بيتص اداريا ولاعبيا وفنيا. لما انت مقدم عبث في المجموعه ومفرج العرب كلهم علينا، رايح لهم بلعيبه انا اول مره اشوفهم اصلا. يعني انت جايب لعيبه، هم دول اللعيبه فعلا اللي أنا لما بنتقدهم او لما بقول لك ان في لعيبه في الشارع اطفال يلعبوا احسن منهم. يعني منتخب الشباب بتاع اللي هو 17 سنه بتاع المغرب اللي جايين من اكاديميه محمد الخامس، لو كانوا لعبوا مصر لكانوا كسبوهم سكور وكانوا هيزعلوا اي حد في البطوله. عارف ليه؟ عشان الاتحاد بتاع المغرب شايف شغله، بيقدم كوره. عامل 3 منتخبات سواء صغار او الفريق الثاني او الفريق الاول هياكلوا اي حد. وخلي بالك يا اسطى برضه عشان المنتخب الكبير اللي انت فرحان بيه اللي هيلعب في المغرب ده في البطوله بتاع افريقيا، بص هيقدم اعبث بطوله ممكن تشوفها في حياتك. خلي بالك انت اداريا فاشل سواء في الفريق الاول او في الفريق الثاني. الفريق الثاني ده انت عندك لعيبه كتير قوي في الدوري المصري، لو كنت جبتهم كانوا هيلعبوا كوره وكانوا هيخربوا الدنيا. بس اللعيبه دي انت ما عرفتش تجيبهم عشان انت فاشل، انت ما تعرفش تحكم عليهم. اللعيبه دي تجيب مزاجهم، هم عايزين يلعبوا في المنتخب الاول، انت ما خدتهمش المنتخب الاول فهم لك احنا مش هنلعب. عرفت ليه بقى انت بتتص؟ سلام.